الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، طبعا رسالة النهاردة موجهة للإعلامية الكبيرة ريهام سعيد. طبعا رسالتي لها والله العظيم هي مش شماتة ولا حاجة. بالعكس، الحمد لله، يعني بطبعي إن أنا بحب التسامح، والناس اللي هي مقربة مني تعرف مصطفى قد إيه الحمد لله مسامح، هو وزوجته يعني. بس طبعا اللي خلاني اتكلم النهارده في الفيديو ده والله، يعني طبعا انا بالصدفة على النت لقيتها هي طبعا بتعيط ومتضايقة على طبعا عملية التجميل اللي باظت في وشها وكده. طبعا هي بتقول انا عملت ايه علشان ده كله ده يحصل لي ومش عارف ايه. لا، عملتي طبعا، انت عملت مع ناس كتير، وانا يعني انا كنت متابعها. كانت ياما ما كانت بتعيط امهات كتير في البرنامج، وياما ما كانت بتعصب ناس و فطبعا احنا نتمنى لها الهداية، ربنا يهديها ويصلح حالها ويوفقها في اللي جاي. فطبعا انا اتمنى الكلام ده يوصل لها. طبعا طبعا انا مصطفى رضا، اللي عمل اغنية ما بروحش مكان غير لما اتوضى واصلي، لو انت نسيتيني يعني، اللي احنا كنا شغالين الجدل الايام اللي فاتت. طبعا والله العظيم بالنسبة للأغنية، احنا احنا عملناها بنية صافية زيها زي اي أغنية عادي، يعني بتتكلم عن الوضوء وعن الصلاة، وكانت نيتنا بريئة، يعني لا كان في نيتنا ان حد يتضايق ولا. بس طبعا وجهة النظر دي لازم كلنا نحترم وجهات النظر مع بعضينا، يعني علشان خاطر ايه الدنيا تمشي ولازم نبقى متحابين مع بعضينا. اما ريهام سعيد طبعا، احنا طبعا احنا ما شاء الله لما طلعنا ترند كمية قنوات كتير كانت عمال تتواصل معانا وعايزة تستضيفنا. احنا طبعا كنا رافضين علشان خاطر ايه ما نكبرش الموضوع، واحنا كنا شايفين ان الترند كان طالع منه جزء سيء الناس مش متقبلاه. بس برضو بفضل الله برضو في ناس كتير برضو دعمتنا، ودي برضو يعني نشكرهم برضو وربنا يجزيهم خير. وبرضو الناس برضو اللي هي انتقدتنا برضو، يعني برضو احنا برضو ايه يعني بنحاول نتعلم من الاخطاء بتاعتنا، يعني احنا اكيد برضو احنا بشر، والبشر لازما بيخطأ وبيتعلم من الاخطاء، وربنا يجعلنا دايما كده ايه نتعلم من بعضينا ونوصل للصح بإذن الله. طبعا جه طبعا المعد بتاع البرنامج بتاع استاذ ارهام سعيد ربنا يجزيه خير، طبعا لما كلمني قال لي انا فلان الفلاني من برنامج استاذ ارهام سعيد، برنامج صبايا الشمس وكده. فجيت انا طبعا كان رد فعلي، انا اتكلمت معاه بكل احترام، بس قلت له معلش ايه مش هنقدر ايه نطلع معاكم. الراجل جزاه الله كل خير قفل معايا التليفون بدون اي نقاش. بصيت طبعا لقيتها هي بترن بنفسها، مش عايز تطلع معانا ليه وكده. قلت لها والله احنا ايه يعني احنا طالعين ترند سيء، واحنا مش حابين ايه ان احنا نكبر الموضوع، وانت بصراحة ما بتصدقي ايه حد تحفلي عليه والكلام ده كله ده. فهي بنفس اللفظ قالت لي والله احنا ما هنجيبكو لا علشان خاطر نهنكو ولا عشان خاطر نهاجمكو، احنا هنجيبكو محبة فيكم محبة في الأغنية. أظن الكلام واضح، وهي يعني كل الإهانة استخدمتها معانا في البرنامج، يعني ايه، وانا بقول لكم احنا مسامحينها وربنا يهديها ويصلح حالها. جينا احنا طبعا انا جوايا حاجة كده بتقول لي ما تروحش مع رهام سعيد. وفي نفس الوقت يعني انا برضو يعني انا ما اكذبش عليكم، انا يعني اعلامية زي ديت لما انا اظهر معاها انا كنت حابب ان انا اطلع معاها، يعني ما اكذبش عليكم كنت حابب، بس في نفس الوقت خايف من الضرر، لان هي يعني ايه يعني انا كنت بسمع لها برامج كتير بصراحة، يعني ايه قد ايه هي بتستخدم الضيف اللي هي اللي هي بتستضيفه كتجارة، يعني هي مش فارق معاها اللي هي بتستضيفه ده هيروح فين.
او نفسيته عامله ايه، او وضعه قدام اهله ايه، او وضعه قدام الجمهور بتاعه ايه. هي اهم حاجه ان هي تطلع ترند على جفا الضيف اللي هي جايباه في البرنامج بتاعها. و يعني ناس كتير حذرتني منها، قالوا لي ما تطلعش مع ريهام سعيد. قلت لهم والله يا جماعة هي حلفت لي بالله احنا ما جايبينكم عشان نهينكم ولا احنا جايبينكم عشان ايه، عشان الاغنية حلوة يعني وكده. وجينا طبعا رحنا الاستوديو معروف، واي اعلامي كبير يعرف الكلام ده، واي انسان في الدنيا محترم. يعني احنا لما طلعنا مع قناة صدى البلد، الإعلامية الكبيرة سارة مكي اللي جزمتها تنشال على الراس، ربنا يبارك لها ويسعدها. قبل أي حاجة قالت الأسئلة 1 2 3، وبكل احترام قالت يا أستاذ مصطفى، يا أستاذة آية، الأسئلة اللي هي مش عاجباكوا قولولي عليها وأنا أحذفها. قلت لها والله العظيم عشان خاطر كلامك المحترم انا ما هناقش معاكي في اي شيء، والاسئله اللي انت عايزه تساليها اتفضلي اساليها ايه، والمجال مفتوح. قالت برضو احنا برضو ايه، اي سؤال هنساله احنا عايزين نساله ايه بلسان الجمهور وكده. طبعا احنا قبل ما نصور في البرنامج بتاع استاذة ريهام سعيد، انا بكل احترام بقول لها حضرتك نقعد مع بعضينا عرفينا الاسئله والحوار هيدور ازاي. قالت لا بس ما تقلقش ومش عارف ايه، الاسئله ان شاء الله بسيطه وسهله ومفيش اي حاجه تخاف منها ومش عارف ايه. اتضح ان كل الاسئله بتاعتها مخيفه وبتتدخل في حاجات هي ملهاش فيها. وبرضه ما خدتش برضه راحتها برضه في البرنامج ده، جابت لنا برضه واحد ما تعرفش هي جايباه منين، وبتقول قال عليه ايه شيخ، ربنا يصلح حاله لو كان سمعني. وابتدى برضو ايه يحفلوا علينا برضو، قالت علينا برضو كلام مش كويس. يعني برضو في حاجات برضو هي قصتها كتير من الفيديو بتاعنا. يعني في حاجات انا كنت عايز اوصلها للجمهور، يعني هتنصفنا، هي قصتها. لان هي مش عايزه تنصفك، هي عايزه تشعلل، هي عايزه الموضوع يبقى مشعلل معاك علشان خاطر هي تاخد نسبه مشاهده اعلى. فانا رسالتي ليكي اقعدي مع نفسك كده واهدي وشوفي انت ظلمتي كام واحد وجيتي على كام واحد، واستغفري ربنا وادعي ربنا. انا بالنسبه لي انا وزوجتي ادينا احنا يعني ضحايا من ضمن الضحايا بتاعتك. احنا مسامحينك وربنا يهديك ويصلح حالك. ونتمنى ان انت يعني موضوع اللي هو حصل لك في وشك ده ربما ده يكون اختبار من ربنا ليك، على ربنا يصلح حالنا وحال الجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.